هذا الرجل متزوج امرأة، وهذه المرأة والدتها أجنبية وإخوانها أجانب، وهو رزق منها بأولاد. طبعا هي سعودية وعيالها سعوديين، إلا أن والدتها وإخوانها أجانب. واضح؟ أي. فيقول لها أخت في بريطانيا أو لها خالة في بريطانيا 17 سنة ما شافتها، وتتمنى أنها تشوف أختها. فقالت تحاول معي نروح لبريطانيا، قلت أنا ما أقدر أوديك بريطانيا. يقول خدت فترة جاتني قالت أبشرك إن خالتي أخت أمي بتجي الكويت، وحنا الآن باقي على رمضان مثل ما تقول 6 أيام، باقي على نهاية رمضان 6 أيام. قلت متى بتجي؟ قالت بتجي 3 العيد للكويت وبتقعد بس 5 أيام، وأرجوك رجا توديني لخالتي وتودي أمي لأختها، 17 سنة ما شفناها. قلت 2 العيد أنت في الكويت بهالطريقة، ما قلت إن شاء الله. وترى الأمر هذا يا إخوان مفصلي، انتبهوا، جهزوا أغراضكم. حنا في 28 رمضان جهزت الأغراض وشرينا الهدايا، وهذه الخالة وهذه مدري من هو وهذا. يوم جهزنا وليلة العيد عقب ما عيت على أهلي وربعي وجماعتي في الرياض شغلنا السيارة ومشينا. على فكرة اللي معي أم زوجتي وإخوان زوجتي ما معهم جنسية سعودية، معهم جنسية أخرى. فاتصلت على واحد وقلت الآن المنفذ الحدودي اللي بين السعودية وبين الكويت كيف ندخلهم؟ قال يفيزولك في نفس المنفذ، إذا جيت المنفذ حق الكويت يفيزولك عادي. فقلت الله يبيض وجهك. يقول ركبنا سياراتنا وجينا، سيارة واحدة. يقول يوم جيت المنفذ، هذا طال عمرك بعد صلاة الفجر 2 العيد، يوم جيت المنفذ وأقدم الجوازات حقتي وجوازات أم زوجتي وخوات وعيالها. الضابط شاف الجواز ختم لي وختم لعيالي، ويوم شاف المرأة هذه قال وين فيزتها؟ قلت أنا يقولون لي إن الفيزا ناخذها من منفذ النويصيب، هو عن طريق الخفجي جاي. قال صحيح كلامك، لكن هالحين هم معطلين ولا هم جايين إلا بعد 5 أيام. قلت شلون؟ قالوا ما فيه إلا بعد 5 أيام. ويقول حاولت فيه أنا، خالة عيالي جاية واخت وامها واختها الكبيرة معنا ولهم 17 ما شافوا بعض. قال لا يمكن يدخلون إلا بفيزا، والفيز ما تفتح عندنا إلا بعد 5 أيام. قلت يا رجال حاولت فيه. قال رح للضابط. يقول أطلع سيارتي من الصف وأجي عند الضابط وأدخل عليه، وترجى الضابط ترجي. قال يا حبيبي الفيز هذه لازم تختم من النظام، ما نقدر أنت وعيالك وزوجتك تدخلون الكويت، خوال عيالك وامهم ما يدخلون. قلت يا رجل هي 5 أيام جاية اختهم من بريطانيا لها 17 سنة ما. يقول واذكرهم بعملي، هو مسؤول كبير في الدولة وانا الشيخ الفلاني، وانا يقول اروح يمين اروح يسار، حاولت اجتمعوا عليه الضباط كلهم. قلت يا رجل انا معليش اقعد في الخفجي 5 أيام، بس هذه بترجع اللي في الكويت هي كلها 5 أيام وحنا. يقول انا وياه شيل وحط، ما اقدر ما اقدر. يقول ضاق صدري. قلت يا اخي انتم اهل طيب يا اهل الكويت واهل معاريف. قال نعم بس تفصلني من عملي ما اقدر ادخل. يقول واروح السياره والقى ام زوجتي وزوجتي وهذا يذكرون الله، ويجيبون لنا شاهي وقهوه يحطونها. يقول قالوا روح ريح في المصلى كانك بتريح. يقول انا عند السياره واستغفر الله واسترجع، ويخطر لي اذكر واحد ادوره في جوالي، ما ادري هو معي في الجوال ولا لا، ولا مكتوب عبد الله مبخوت العجمي من اهل الكويت ومن اطيب الرجاجيل، ويجب ان نحفظ عبد الله مبخوت العجمي هذا. يستاهل، بتشوفون وش قصته؟ يستاهل بيض الله وجهه. يقول قبل 4 سنوات عندي فلة ابنيها، يقول خويي هذا، يقول وعدني السباك والكهربائي بعد صلاة الفجر في الفلة. فقلت يا رجل الظهر العصر، قال لا ما جيتنا عقب صلاة الفجر ولا احنا بنمشي. يقول انا راعي الحاجة شغلت سيارتي وجيتهم في فلتي بعد صلاة الفجر وعلمتهم الاخطاء اللي عندهم والاشياء هذه. يقول واطلع رايح للدوام، ما خلصت الا الساعة 6:30. يقول يوم جيت خط عرقة ولا فيه صبات وتقاطع ما فيها حد ولا حد يمشي فيه، والقى هاك الرجال. يقول اوقفت له ولا هو من الكويت. قلت يا اخوي ايش جابك هنا؟ قلت والله انا ساكن هنا وابن عم لي منقول من مستشفى في الكويت، انقلوه المستشفى التخصصي ودي اروح ازوره. قلت اركب.
يقول واركب وودي مستشفى تخصصي وادعي الولد عمه هذا واطمنه. ويوم وصلنا المستشفى قلت ناقصك شيء، محتاج شيء، لزوم حاجه؟ قال ابدا بيض الله وجهك، وصلت ولا قصرت. يقول اعطاني رقمه وحطيته عندي في الجوال ونسيته الى ان جاء الموقف هذا اللي انا في مركز النويسي. يقول قلت خليني ادق على الرجال الحين الساعه 7 الصبح وادق عليه. سلام عليكم السلام، كيف الحال؟ عبد الله؟ قال نعم. يقول رقمي مو بعنده مسجل. قلت انا فلان بن فلان الفلاني اللي وقف لك ووداك مستشفى التخصصي قبل 5 سنوات. قال راعي اليوكن. شوف عرف سيارتي من طيب الرجال. قلت اي نعم. قال وينك فيه؟ قلت والله القصه هالشكل، انا معي زوجتي ومعي عيالي سعوديين، وام زوجتي وعيالها ما معهم جنسيه، وانا جيت المركز عشان يختموا لي وقالوا 5 ايام ما راح نختم لك لين يجون الموظفين حقنا اجازه، وانا ابيك تفزع لي. يقولون ما تدش. قال من اللي يقول ما يدش؟ قلت تدش غصب عن وجيههم. يقول بهالطريقه، يقول من اللي قال لك ما تدش؟ تدش غصب. وينك فيه؟ قلت انا في المركز. رح للمصلى وارتاح لين اجيك. يقول انا ما ادري وش منصبه وش وظيفته. يقول واروح المصلى انا وهالحريم اللي معي، هم في النساء وانا في الرجال، وانت قهوه ونعين خير. 2.5 ساعة ويتصل علي ابو محمد وينك فيه؟ قلت انا في المصلى. قال يا اخوي انا في المصلى ما يصير ادور. قال يا ابن الحلال انا في المصلى. قال انا في المصلى. قلت انت اي مصلى؟ قال مصلى الرقعي. اثره ترك الوسيب وراح للرقعي. يا انا ثقلت على الرجال. ثاني يوم العيد والله من كلامه انها عليه ابرد من العسل. جايك بجيك من من الرقعي الى النويس. كم كيلو هذا؟ 250 300. مشوار مو بسهل. شيء. قلت والله ما تجي، معروفك وصل. قال والله يقول اتحالف انا وياه. قال خير ان شاء الله خير، لا تروح خليك في المصلى. يقول يوم اخذت لي ساعه وارجع للضباط احاول فيهم ما الا هو يدق علي ابو محمد. قال روح للضابط قل له يرد على المكالمه اللي تجي، احنا قاعدين ندق عليه ما يرد. يقول وارجي الضابط، اثره ضابط جديد غير الضابط اللي امس، بس انهم عارفين قصتي انا وهالاسره في هالمسجد. قلت في ضابط يدق عليكم من قال احنا نشوفه لكن ترى ما عندنا لك حل. قلت انت رد على الرجال. رد على الرجال اثره راح الواحد موظف بالتاشيرات وطلع اهل دوامه وصار يكلمهم. قال عطني المعلومات عشان اطلع لهم تاشيره. بيض الله وجهه. يقول وهذا يملي عليه المعلومات وهذا يدخلها، يملي المعلومات. يوم خلص وادخلوا المعلومات قال ترى التاشيره بكره. قلت زين بكره ارقد في المسجد ولا ارجع الخفجي، لكن ما يمكن تصير اليوم. يقول قال لي خلاص. يقول يوم جيت اطلع من الباب الله يناديني تعال تمت التاشيره الان. شلون؟ يقول اول مره تمر علينا التاشيره تصير خلال ساعه، العاده 24 ساعه. توفيق هالرب الكريم. يقولوا لا والله له توصيله وشيء ابو عبد المحسن رب عظيم. شيء سبحان. يقول واركب وله معي بالتلفون ما خلاني. عبد الله مبخوت العجمي يذكر الاسم بيض الله وجهه. يقول يوم دخلنا الدوار وله واقف بالدوار يحترينا. قال امشي وراي خف تضيعون. يقول امشي وراه وامشي وراه. يوم جاء عند هاك الفندق قال هذا، يقول حنا تعبانين تلفانين لنا يوم ونص ما نمنا، تعبان معي عوايد. يقول هاك الفندق اللي ما عمري شفت مثله في حياتي. قال غرفكم محجوزه ودخلوا الله يحييكم والاقيك بعدين. كم تقعدون؟ قلنا 5 ايام. انا قايله بالتلفون. قال كم عددكم وكم تقعدون؟ يقولوا علمه كم عددنا. يقول يوم دخلت هاك الفندق انا مستواي المادي ما يأهلني اني اسكن في هذا الفندق، لكنه فندق 7 درجات، حاجز لنا الفطور والغداء والعشاء، 5 ايام بدفع قيمتها. بيض الله وجهه. والله رجال. يقول يوم جيت وش اسوي؟ لا اعرفه ولا يعرفني، بس انا موصله من شارع الى التخصصي وبعد 5 سنوات ما تواصلت معه. يقول اجي الفندق وناظر. قال تغدوا وصلوا الظهر والعصر ورقدوا وبعدين يقولوا ندخل. قلت ترى انتظروا لا تنامون ونتغدى ونصلي الظهر والعصر ونرقد. وقمنا ولا والله نتمشى في هالفندق. الحين بتجي بكره هالمره. جت الخاله 17 سنه ما شافت اختها ولا شافت بنات اختها، ويصير هاك اللقاء العظيم اللي ما بعده لقاء، ويستضيفهم ايضا في الفندق. يقول شقه كبيره في هالفندق ونقعد 5 ايام. يقول يوم جاء اليوم الرابع واروح له اتصل عليه بسلم عليه بتشكر بيشوف الحساب. تراني جيت للريسبشن وقلت يا اخوي هذا ثاني يوم، قلت حنا نبي نسوي تشيك اوت.
قال الرجال حاجز لك 5 أيام مدفوعة فلوسها. قلت يا أخي رجعوا له 4 أيام ويوم أنا أبروح الشقة. قال غير مسترد المبلغ وبوجباتها وبوجباتها، تبي يا هلا وسهلا، ما تبي اطلع يروح عليك الفلوس. ولا والله المبلغ كم؟ 32,000 ريال هال5 أيام. الله يعظم اجره. يقول وانا اطلع اتصل عليه هذا رابع يوم، وينك فيه؟ قال انا في المكان الفلاني، اثرى في مطار الكويت الدولي، اثرى مسؤول في المطار، واركب واجيه ويستقبلني هو موظفين واتقهوى عنده. قال لي يا ابو محمد انا ابيك تقول لي تم. قلت وشو عليه؟ الاكل وكلنا واللبس ولبسنا وما خليت علينا شيء ما اعطيتنا اياه. يقول انا وياه، قلت تم يا رجل. قال عشاك جاهز في المكان الفلاني. يا ابن الحلال وش عشاء؟ قال والله انت تعشى انت. يقول اركب انا وياه واخلي سيارتي ونروح للعشاء واتعشى وادخل هاك الفندق اللي احسن من فندقنا، ولا حاط الضيافه ما تحطها. يقول ويخجلني. يقول يوم جينا نغسل انا وواحد من موظفينه، قلت يا فلان، قال نعم. قلت عندك رقم حساب هالرجال؟ ابيه، انا مو معطيني اياه، وهذا ما صار بيني وبينه ما صار بيني. يقول اثره دخلت عبد الله ابو مبخوت، الرجال يبي حسابك. قال علي الطلاق بالثلاث انك ما تحول لي قرش ولا تاخذ حساب احد. هذا شوي من حقك. اي مواقف رجال. يا سلام أي يا سلام. أي يقول وانا حالتي حاله، لكن اسال الله العلي العظيم انه يجعل حاجه الخالقه. يقول اطلع من الفندق انا وياه في السياره، ويمر بمحل من افخم العطورات ويجيب لي هدايا ويحطها في سيارتي. قال العيال اللي معكم بشتري لهم العاب. قلت يا ابن الحلال لا تشتري لهم شيء، ما